طب يا شباب، النهارده هنتكلم على قاعده اسمها الداتيف. سيبك من اسم القاعده خالص، زي ما احنا متعودين ان احنا ايه. ما تشغلش دماغك باسم القاعده، اشغل دماغك. احنا اصلا ايه اللي بيحصل في الجمله لما الجمله بتنطبق عليها القاعده دي. احنا كان الاول اتكلمنا على قاعده الاكوزيتيف، خلاص كده. وكان قلت لك ان قاعده الاكوزيتيف لازم يكون عندك فعل وفعل ومفعول به. لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين، خلاص. لا نقاش في الموضوع، لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين. خلاص كده. طيب هنا نفس القصه، انت عندك فاعل وفاعل ومفعول به. خلاص كده. بس انت في تركية صغيره هنا بقى في الموضوع. ايه التركية الصغيره دي؟ قال لك ان انت قبل المفعول به لازم يكون موجود حرف جر. خلاص كده. لازم يكون موجود حرف جر. طيب الحالة التانية، ايه الحالة التانية؟ قال لك ان انت ممكن تلاقي عندك افعال معينة، الافعال المعينة دي لازم نحفظها. خلاص كده. يبقى الداتيف ده هو جملة فعلية. لازم يكون عندك فاعل وفعل ومفعول به. لازم يكون عندك حرف من حروف الجر، او يكون عندك، يعني لو انت ما توفرش عندك حرف جر مثلا، هيكون في عندك افعال معينة. الافعال المعينة دي احنا لازم نحفظها. خلاص. احنا لازم نحفظ الافعال دي. لازم نحفظ الافعال دي. خلاص كده. طيب القصه الثلاث شروط دول لو اتوفروا عندك في الجمله، ايه اللي بيحصل؟ هنشتغل على المفعول به. هروح للمفعول به اللي موجود عندي في الجمله. المفعول به ده لو الارتكل بتاعته دي، خلاص، الدي هتتحول لديا. خلاص كده، الدي هتتحول لدي. طيب لو عندك الارتكل دي او داس، لو الارتكل عندك دي او داس، هيتحولوا لديم. هيتحولوا لديم، خلاص. طيب لو هنا الارتكل دي هتتحول لدي. طيب هنا لو عندك دي جمع، لو عندك الجمع، خلاص، الدي الجمع هتتحول لدين، والاسم اللي انا بجمعه هنحط اخره ان. طيب تعالى ناخد امثله بس عشان نفهم ايه الموضوع ده. انت كده ايه فهمت الشروط اللي لازم تكون موجوده عندي عشان اقدر اقول ان القاعده دي قاعده مين؟ قاعده داتيف. فاعل مفعول به. الحاجه التانيه هتلاقي عندك حرف جر في الجمله، او افعال معينه. للاسف الافعال دي لازم نحفظها، ملهاش حل تاني. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندك تغيير في الارتكل اللي موجوده في الجمله. تمام، ايه التغيير ده؟ الدي بتتحول لديا، والديا والداس بيتحولوا لديم. خلاص. والدي بتتحول لديا، الدي جمع بتتحول لدين، والاسم اللي احنا بنجمعه بنضيف ليه ايه؟ حرف الان. خلاص كده. طيب تعالى ناخد مثال. انا بقول لك هنا اشجعت سو ديا شولا، اشجعت سو ديا شولا. خلاص كده. انا رايح للمدرسه. طيب تمام، المدرسه دي اصلا الارتكل بتاعتها دي شولا. دي الارتكل بتاعتها. خلاص كده. طيب تمام. بس انا هنا في عندي حرف جر، سو، الى. انا هنا في عندي حرف جر اللي هو مين؟ تسو، الى. خلاص كده. فهنا ما ينفعش اقول دي شولة، لا، هنا بنقول ديا شولة. طيب تمام، تعالى ناخد مثال تاني. انا هنا بقول لك بيغايزن مديم تسك. بيغايزن مديم تسك. احنا هنسافر بالقطر. احنا هنسافر بالقطار. خلاص كده. طيب انت عندك تسوق او القطر الارتكل بتاعته ديا. خلاص كده. بس انت في عندك حرف جر هنا اهو. قال لك لا بص، شيل دي خالص وحط مكانها ديم. طيب تمام. هنا منى بتساعد ايه؟ الطفل. منى هيلف ديم كيند. منى هيلف ديم كيند. طيب تمام، انا هنا مفيش حرف جر، بس انت عندك فعل اسمه هيلفن. فعل هيلفن ده بيعمل لي داتيف، بيغير لي الارتكل. وبناء عليه نعمل ايه بقى احنا دلوقتي؟ قال لك بص، انت عندك هنا اصلا داسكند، لا ما نكتبش داسكند، نكتب ديم كيند. طيب تمام. عندك هنا بابا كومت فون دير أربايت. انا بابا جه من الشغل. بابا جه من الشغل. خلاص كده. بابا جه من الشغل. طيب تمام، انا عندي هنا كلمة الشغل اسمه اصلا ايه؟ دي أربايت. دي أربايت. خلاص كده. طب تمام، جالك حرف جر اهو. يبقى اتحولت لمين؟ لديا أربايت. ديا أربايت. طيب تمام. نيجي للجمع. ديا فاتا كاوف دين كيندن داس بوخ. الأب اشترى لأطفاله مين؟ كتاب، أو الكتاب. خلاص كده. طيب أنت عندك هنا كيندن ديت إيه؟ دي جمع، والأرتكل بتاعتها المفروض إن هي دي. فإيه اللي حصل؟ حولنا دي لدين. وهنا إيه اللي حصل؟
هنا عندي الاسم اللي احنا بنجمعه بنحط اخره ان. طيب في نقطة بس، ان جملة خمسة دي الجملة دي فيها مفعولين، فيها مفعولين، وده لما بيحصل بيكون المفعول به العاقل هو الداتيف. وطبعا الجملة دي مكانها في الارتس فاي مش هنا، ولكن انا اديتها كمثال. طيب تمام. احنا طبعا ادوات المعرفة اللي بيحصل فيها تغيير. خلاص كده، يعني هنا الديا والداس بيبقوا ديم، هنا الدي بتبقى الداع، الدي بتبقى دين. خلاص، وهنا بنحط ان. يبقى نفس الكلام برضو هيحصل في ادوات ايه النكره والنفي. الاين هتبقى اينم، اينم. مش احنا قلنا الدي والداس هيتحولوا لديم؟ هنا نفس الكلام، الاين هتبقى اينم، الكاين هتبقى كاينم. طب هنا بالنسبه للدي، هنا بالنسبه للدي هتبقى الداع، يبقى اينه هتبقى اينا، هنا كاينه هتبقى كاينه. طبعا الجمع ملوش اداه نكره، ولكن لما بيجي في النفي بنقول ايه؟ بنقول كاينه. طيب يا شباب، الجزء الثاني بقى من الجزء الثاني بقى من قصة الداتيف. انا هنا قلت لك ايه؟ هنا المفعول به اللي عندي ليه ارتكل، صح؟ المفعول به هنا ليه ارتكل، فاحنا هنا هنغير الارتكل. طيب انا هفترض بقى ان المفعول به اللي في الجملة ده ما طلعش ايه؟ المفعول به اللي في الجملة مش كلمة، مش اسم، امال ضمير. ضمير. خلاص كده، فالضمير ده كمان بيتغير. خلاص كده، خلاص الضمير بيتغير. فاكر لما كنا بنقول في جيتس ديا، في جيتس ديا، في جيتس اينن؟ ليه ما كنتش بقول في جيتس دو؟ ليه ما كنتش بقول في جيتس زي؟ عشان ما ينفعش، عشان فعل جيتس ده بيعمل لي داتيف، فبناء عليه الدو اتحولت لديا والزي اتحولت لاينن. طيب تمام. تعالوا هنا كده نشوف ايه اللي بيحصل بقى لو المفعول به كان ضمير شخصي. الايش بتتحول لمية، الدو بتتحول لديا، الايا والاس بيتحولوا لايم، الزي بتتحول لايا، الفيا بتتحول لانس، الايا بتتحول لايش، والزي بيتحولوا لاينن. امتى بيتحولوا؟ لو انت عندك حرف جر في الجمله او فعل من الافعال اللي بتعمل لي داتيف. طيب تمام. في افعال انت حضرتك لازم تحفظها، الافعال دي بتعمل لي داتيف. واحنا اصلا يعني اليومين الجايين ان شاء الله هناخد ايه؟ هناخد الافعال دي واحنا ماشيين. زي فعل مثلا gehören، خلاص، gefallen، helfen، خلاص، اسكيت لسه قايله من شويه، فعل دانكن، zuhören، schmecken. الافعال دي كلها بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي داتيف.